لا تزال التفاصيل الدقيقة لنسب نفرتيتي محل نقاش من قبل العلماء. يعتقد البعض أنها كانت ابنة آي، وهو مسؤول رفيع المستوى أصبح فيما بعد فرعونا. يقترح آخرون أنها ربما كانت أميرة أجنبية تم إرسالها إلى مصر كبادرة دبلوماسية. بغض النظر عن أصولها، برزت نفرتيتي عند زواجها من أمنحتب الرابع المعروف لاحقا باسم إخناتون، سرعان ما أصبحت زوجته الملكية العظيمة، وهو لقب يدل على مكانتها وتأثيرها المرتفعين. أسر جمال النفرتيتي وذكائها الفرعون، وسرعان ما أصبحت مستشارته ومقربة له. شهد عهد إخناتون فترة من التغيير الجذري في مصر القديمة. بدأ ثورة دينية تحولت المعتقدات التقليدية للآلهة المتعددة نحو عبادة إله واحد، آتون، قرص الشمس. لعبت نفرتيتي دورا مركزيا في هذا التحول الديني. تظهر الصور نفرتيتي تشارك بنشاط في الاحتفالات الدينية جنبا إلى جنب مع إخناتون، غالبا ما يتم عرضها في أوضاع القوة والسلطة، مما يشير إلى نفوذها الكبير داخل النظام الديني الجديد. يعتقد بعض العلماء أن نفرتيتي ربما كانت تتمتع بسلطة دينية مساوية أو حتى أكبر من إخناتون نفسه، مما يتحدى الأدوار التقليدية للجنسين في المجتمع المصري القديم. بعد عقد من الحكم جنبا إلى جنب مع إخناتون، تختفي نفرتيتي من السجلات التاريخية. لا تزال الظروف المحيطة باختفائها غير واضحة. تقترح بعض النظريات أنها ماتت بسبب المرض أو ربما بسبب الولادة. يتكهن آخرون بأنها اتخذت هوية جديدة، وربما حكمت كفرعون في حقها الخاص. يستمر البحث عن قبر نفرتيتي في إثارة العالم. يعتقد بعض علماء الآثار أن مكان دفنها الأخير قد يكون مخفيا داخل وادي الملوك، وربما حتى بالقرب من قبر توت عنخ آمون. سيكون اكتشاف قبر نفرتيتي اكتشافا أثريا هائلا، يلقي الضوء على واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في مصر القديمة.